لا الاستاذ ما كيتوصفش، كيتشاف اخويا. والله طبت انايا وطبت نص طيبه، نقدر دابا ندخل الفران تلوي عليا الالومنيوم. حنا كجمهور واحد الوقيته ما قديناش، كيبان لك بنادم كيسخف، بنادم خصو كوبوا عليه الماء، خصك تجيب ليه شويه التمر باش يلاه يفيق. داكشي الظروف صعبه جدا جدا جدا. تنعيشوا اصعب صهد تنعيشوا في المغرب وحنا المراكشيين، ولكن هذا الصهد هذا زائد الرطوبه، الله يحسن العوال اللعابه اللي في المغرب يعرفوا بان هنا الظروف صعبه 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 جدا. يعني اي بلاصه مشيتي لها في المغرب، واخا تمشي في الصحراء في المغرب ما غاديش تعيش بحال هاد الظروف. غالب الله الصهد كان صهد بزاف بزاف نعرقوا. خلينا نتسلف في بلجيكا والله هنا والبرد البرد، واجينا هنا موت والموت حسبني وين موت. السلام عليكم الاخوان اخوات، كلشي بخير، امور مزيان. اليوم جينا في فيديو جديد، والفيديو ديال اليوم غيكون سبيسيال. على سبيسيال لاحظنا ان جميع اللعابه ديال افريقيا حاليا اللي لعبوا في هاد كاس افريقيا، اللي لعبوا في هاد المجموعات، كتشكاو من الرطوبه اللي زايده اللي طالعه بنسبه 90%، ودرجه الحراره ديما اللي طالعه ديما طالعه. وحتى من الجمهور اللي غير كيشجع، حتى هو في الماتش الاخر ديال الكونغو ديال المغرب ديال الكونغو، اللي سخاف، اللي طاح، اللي صافي غيب، اللي غيب كله. واش وقع لي؟ علاش؟ درجه الرطوبه تما طالعه بزاف بنسبه 90%، ودرجه الحراره ديما طالعه. علاش هما اصلا مولفين تماكين ومولفين المعيشه تماكين. واليوم جيت لكم فيديو اللي حصري من واحد الشخص مغربي اللي عايش في الكوت ديفوار، عايش في الساحل العاش، عايش تماكين، عايش حياته، عايش مده هو تماكين. في هذا الفيديو غادي يورينا الطقس كيفاش كيكون تماكين، وعلاش الجو ديما، علاش الجو تماكين، وعلاش درجه الرطوبه تماكين طالعه بزاف، وعلاش الجو ديما مزموط تماكين. خليكم مع الفيديو بلا ما نطول عليكم. الا كنتي اول مره تشاهد القناه ديالنا هبط دابا دير فعل الاشتراك، ولا ما كنتيش لايك هبط دابا دير لايك، وديروا ابينو ودير لايك دير لايك. السلام عليكم خوتي خواتاتي، مرحبا بكم. معكم مغربي في غرب افريقيا. اليوم بغيت نهضر لكم على الطقس في الكوت ديفوار. الطقس كيكون بطبيعه الحال دائما مشمس، الحراره كتكون بطبيعه الحال كتفوت 36 37 درجه بشكل رسمي، يعني كتوصل 39 40 درجه. ملي كتهبط كاع الحراره كتهبط كاع كتوصل 25 درجه. 25 درجه شي حاجه عاديه بالنسبه للانسان اللي باغي يجي. راه هادشي راه في البرد، هادشي دابا راه في البرد كاينه هاد الحراره على من الصيف، فهمتيني؟ هادشي راه في البرد اللي كاينه نسبه الرطوبه والحراره، على من الصيف كيمدير. سواء بغرض السياحه او بغرض العمل، لا داعي انه يجيب معاه بزاف ديال الحوايج والجواكط ويبقى يتكبط وداكشي. فقط حوايج خفاف ويكونوا كيستروا الداس ديالو، لان كاينه شنيوله هنايا وكتنقل بطبيعه الحال. شنيوله راكم عارفين كتنقل الامراض. بالنسبه للناس اللي باغيين يمشيو لكوت ديفوار، الدراري اللي تفرجوا في المنتخب، اسمعني مزيان. واش قال لك؟ بلا ما تغادي معاك كبابط بزاف، قوت كبابط وجاكيطاش بلاد، داز سليب وشورط بحال فرعون. شكون فرعون؟ ما كنعرفوش فرعون. المهم واحد خونا راه ما عرفتش تسمي راسو فرعون، واخا فرعون ماتش، راه دوز سليبات دراري وشورطات، راه تما كاين الزمش ودرجه الرطوبه طالعه بزاف. ان شاء الله انا غنمشي حتى انا لكوت ديفوار، باقي شي كاس منظم تما كاين والو، لا كان منظم والو صافي ما مشيش. المهم المره الجايه ان شاء الله بغيت تسركيله تما كاين نقلد والله انا. داكشي الامراض اللي متواجده هنايا في افريقيا. المهم الانسان اللي باغي يجي بغرض السياحه يحاول انه لا ريزيرفا شي اوتيل عن طريق الانترنت، يكون ضروري الاوتيل كليماتيزي، ضروري تكون فيه الكليماتيزور لان كتكون الحراره هنايا. اما صافي اخويا، كنت مولف على المغرب هنايا ولا جايب من اوروبا، ما كاين خاص ضروري كليما ولا تموت ولا تودع الحياه. الا كان شي واحد فيه سكر، والله يا خوتي ودع الحياه، ما يقدرش يصبر. راه داك تخيل الجمهور اللي واقف كيشجع، ومنهم اللي يسخف، منهم اللي ما عرفتش تنوط عليه، كل واش كيبان لك بنادم مشيتي طايح، بنادم دير كيلهش، السليبات عرقانين، الصنان السبيرعيه تماكين، سخف ليهم بزاف. بالنسبه للشتاء والشمس وداكشي، هنا الموسم ديال الشتاء راه ماشي بحال ديال المغرب، كتجي الشتاء في شهر 10 وشهر 9 شهر 10 شهر 11 شهر 12 شهر 1 حتى شهر 2. هنا راه العكس، راه كتجي الشتاء، كتبدا الشتاء تصب من شهر 3 شهر 4 حتى لشهر 10 وكتحبس الشتاء. شي يعني سبحان الله، داكشي العكس. حنا الشتاء عندنا قدام من شهر 10 وهي طالعه، شهر 10 شهر 11 12 1 شهر 2 شويه كتحبس، وما عندهم العكس، فهمتي؟ عندهم العكس، كنت عندهم الشتاء من شهر 3 وطلع حتى شهر 10. سبحان الله العظيم، حق الرب حولهم هما سمرين ولا اش جاب لنا هاد اللغه. الشتاء كتولي في سميتو كتولي الشمس
المهم هي الشمس ديما، ولكن ما كتبقاش كاع الشتا، كتمشي تغبر ثاني تيدور العام عاوتاني. اما بالنسبه للحراره، واخا كتكون الشتا كتبقى الحراره يعني ديما فوق ال 25 درجه دائما رسميه. بالنسبه كتكون حتى الرطوبه يعني 25 درجه الحراره شي حاجه اللي رسميه كاينه، ما كتحيدش، ما كتهبطش. تا والله تبازلين تما كاين عايشين تما كاين وحق الله، تا والله تبازلين ما نقدرش نعيش انا تماك، ما نقدرش نعيش تماك. شوف دابا غيدوي على الرطوبه، كتكون حتى الرطوبه يعني ملي كتهبط ديك الحراره حتى ل 25 مثلا درجه، كتكون الرطوبه ارتفعت لديك 80 70 90%. ملي كترتفع عاوتاني درجه الحراره كتهبط الرطوبه لديك 30 40%. درجه الحراره كتهبط الرطوبه كتطلع، درجه الحراره كتطلع الرطوبه كتهبط شويه. فهمنا الديكور دابا كيمدير. علاش دابا تما كاين الرطوبه؟ علاش حاليا دابا في كاس افريقيا الرطوبه طالعه بزاف، حيت درجه الحراره شويه منخفضه، شويه فاش نقول شويه ماشي منخفضه، 25%، 25 درجه حراره، 30 35، فهمتي؟ بالنسبه للناس اللي كيكون عندهم مشكل في التنفس، كيكون عندهم شويه الصعوبه. بالنسبه للناس عاديه ما عندهمش. الناس اللي كيديروا الرابوز اللي فيهم الضيقه، خويا هادشي سمعتش بلا ماشي الكوت ديفوار غادي تشجع المنتخب، رجع اخويا لبلادك، رجع اخويا تفرج في القهوه احسن لك. دابا تصدق داير شي سبله في راسك، راه تما كاين عندهم الضيقه دومات مشكل. المهم يعني هذه من بين ابرز الاشياء اللي يمكن يهضر عليها الانسان. المهم خونا راه عايش الشماكين الدراري، المغربي راه عايش الشماكين، راه عارف شنو كاين، فهمتي؟ خونا راه عايش الشماكين وفاهم الامور كيفاش غاده. ما يتشاف عندهم هنا خصوصا الطبيعه. المهم لا بالنسبه للطبيعه في كوت ديفوار الطبيعه رابعه، فهمتيني؟ الطبيعه رابعه، الطبيعه زوينه حلوه، ولكن عندهم الزمت والرطوبه. ترى اللعابه ديال المنتخب ديالنا والله تبازلي بحال الجزريه دايره تاع مرابط اصاحبي، تاع مرابط والله ما كيتسوق لا الرطوبه لا والو اصاحبي. خويا داك خدام دقيقه هذاك والله حتى خدام دقيقه هذا مرابط خدام دقيقه هذا بزاف اصاحبي تبارك الله عوده صاحبي. ما كيبان لي كيزري اخرى سخبانين، قلت واش كيفاش هذا ما عندوش الرطوبه بلادو هذا شنو هو؟ راه كيمشي عاوتاني لافريقيا راه عالم اخر. راه كنتذكر الفيلم ديال عبدو عال الموحيدي، راه كيبدا يشوف شي حوايج اللي تجاوزناها في المغرب مثلا، او تجاوزناها في المدن او بعض المدن الكبرى. كتشوف مثلا شي حوايج اللي ما بقيتيش شفتيهم وداك الشيء طبيعيين على الطبيعه. هذا الشيء اللي عندهم الطبيعه رابعه تما كاين داك الشيء باقي عندهم عصر قديم، فهمتي؟ شي حاجه اللي كانت قديمه باقي عندهم هناك التعاود تما كاين. تقدر بالكم كاين ليكوش ما عندهمش ليكوش كيديروها الميكا، فهمتيني؟ ما كاينوش ليكوش في بلادهم، فهمتيني؟ المهم طبيعه رابعه. المهم الاخوان كما سمعتوا في الفيديو ان في كوت ديفوار عندهم داك الشيء في الشكل، فهمتي؟ في الشكل. علاش هما اللعابه دابا حاليا المنتخب والجماهير اللي كاينين تما كيعانيو؟ علاش؟ حيت كل ما هبطت درجه الحراره قد ما كتطلع الرطوبه، كتطلع حتى 90%، وقد ما طلعت درجه الحراره كتهبط شويه الرطوبه. راه تما كاين الدراري لا اللعابه ديال المنتخب الوطني ولا اي لعابه ديال لافريك تما كاين اللي ما مولفيش على الجو على العيش، راه غيعانيو بزاف وغيقاسيو. والله يحسن العوان اللاعبين والجماهير حتى هما راه كيشجعوا. وراه بالنسبه للناس اللي فيهم الضيقه اللي بغاو يمشيو لكوت ديفوار يتفرجوا المنتخب، راه عندهم صعوبه كبيره لان تما كاين الجو مزموج، ولكن واخا الطبيعه رابعه ولكن الجو مزموج ما عندكم ما ديروا. المهم كان هو الفيديو ديال اليوم، نتمنى والله تكونوا استفدتوا. ولا كنتي اول مره تشاهد القناه ديالنا دابا دير ابينو ودير لايك وتهلا.